صعب نحكم على حاجة قبل ما نجربها، علشان كده المية تكدب الغطاس. في الانجليش the proof is in the pudding، وده لأن صعب تحدد البودنج مطبوخ كويس ولا لأ إلا بعد تجربته. Anyway, the proof is in the pudding. Yeah, but the proof's in the pudding. ودي صورة الإديوم اللي جاي، لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتس. لما يكون الإنسان مؤدب وعنده أخلاق طيبة بنقول عليه ابن ناس. في الإنجليش well bred بمعنى متربي بشكل جيد. Don't think Mrs. Berry is a well-bred woman. Well-bred, intelligent, and he has a garden in Devonshire. I fell in love with a sergeant major on the spot, as any well-bred, genteel Southern girl would have. ودي صورة الإديوم اللي جاي، لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتس. الحكاية فيها إن بنستخدمها لما نشك في وجود شيء غامض في الموضوع. في الإنجليش it's fishy بمعنى مريب. This is fishy. Why do you have a small child with you, Sam? Something is fishy here, and I need a little time to gather some facts. Time for the road. Ooh, it's fishy. Got you good, eh? ودي صورة الإديوم اللي جاي، لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتس. مهما كانت مشكلتك ما تيأسش، كل عقدة ولها حلال. في الإنجليش there is always a way بمعنى في دايما طريق. There's always a way to do that. Han's right. If we have to, yes, there's always a way. Maybe she'll listen. There's always a way. There's always a way. All right, look. Oh, there's a way. There's always a way. ودي صورة الإديوم اللي جاي، لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتس. لما نلاقي حد مستعجل قوي بنقوله يا عم الدنيا ما طارتش. في الإنجليش what is the rush بمعنى ما هذه العجلة. Honey, what is the rush? I don't want to be... What's the rush? What's the rush? ودي صورة الإديوم اللي جاي، لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتس. لما الحاجة تكون هتحصل بعد فترة طويلة بنقول بعد عمر طويل أو يا ترى من يعيش. في الإنجليش till the cows come home بمعنى لما البقر يرجع البيت، وده لأن البقر بياخد وقت طويل قوي علشان يروح البيت. Could do that till the cows come home. Till the cows come home. ودي صورة الإديوم اللي جاي، لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتس. لو كلامك هيعمل مشكلة بتقول خلي الطابق مستور أحسن. في الإنجليش let sleeping dogs lie يعني خلي الكلاب نايمة، علشان لو صحيت أكيد هتعمل إزعاج. Maybe you should go home. Let sleeping dogs lie. I'd say let sleeping dogs lie. Sonny couldn't just let sleeping dogs lie. ودي صورة الإديوم اللي جاي، لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتس. لما بتتمنى لحد السلامة بتقوله يا رب تكون سالم غانم. في الإنجليش safe and sound بمعنى سليم معافى. Well, here I am, safe and sound. Got her beached in the North Inlet, safe and sound. ودي صورة الإديوم اللي جاي، لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتس. الإنسان عديم الفايدة اللي ما فيش منه أمل بنقول عليه إيدك منه والقبر. في الإنجليش dead loss بمعنى خسارة مميتة. I'm a dead loss. Dennis was a dead loss. ودي صورة الإديوم اللي جاي، لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتس. لما بتمنع حاجة عن حد بيكون نفسه يجربها جدا لأن الممنوع مرغوب. في الإنجليش forbidden fruit is the sweetest، وده راجع لقصة خروج سيدنا آدم عليه السلام من الجنة. Forbidden fruit is often the sweetest. ودي صورة الإديوم اللي جاي، لو عرفتوا اكتبوا في الكومنتس.